وبما اننا مستمرين في قعدة التدوير والتوفير، يلا نسمي الله ونصلي على الرسول حبايب قلبي. وتعالى اقول لكم انا عملته ازاي. حولت المسحوق العادي الاوتوماتيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا عندي شكارة مسحوق اللي هي 12 كيلو مسحوق عادي. انا بجيبها كده كل شهرين من ساعة ما كانت ب50 وب70 وب100، وكل شوية بتزيد. انا اخر مرة جايباها ب150، ويا رب تثبت على كده. المهم انا جبتها. بتجيبي اي نوع يعجبك. كلهم ريحتهم حلوة. في ساعات بجيب وفير، ساعات بجيب فل. العمدة في انواع تانية. في بريحة الليمون، بريحة الورد، اللي انت تفضليه، في بريحة اللافندر، العطر اللي انت تفضليه هاتيه. هعمله ازاي بقى؟ احوله من عادي الاوتوماتيك. دولت بشر 2 كيلو من المسحوق من الصابون البلدي، اللي انا عاملاه على القناه. بشراه ناعم قوي زي ما انتم شايفين. وده صابون، شوفوه يا حبايبي وجربوه. معمول بطريقه ومكونات حلوه، يعني فظيع فظيع، وفيه مكونات كتيره او بتساعد على النظافه. انا حاطه فيه فانيش، حاطه فيه زهره بيضه، حاطه فيه بطاس، حاطه فيه ملح ليمون، حاطه فيه كلوركس الوان. شوفوا الفيديو هيعجبكم قوي. كمان الحاجه بقى اللي هتخلينا نحول بيها المسحوق من عادي الاوتوماتيك، ملح الليمون. عندي هنا ده ملح ليمون من اللي انا بشتريه من عند العطار. بجيبه برضو بستخدمه لو عايزاه الاكل، لو عايزاه لمنظفات. خدت منه كده نص كوبايه، ودولت عشان دول اللي كانوا موجودين عندي. انا بقى عملت ملح ليمون ده برضو، عامله فيديو على القناه تقدروا تشوفوه. جبت نص كيس ملح، نص كيلو، وعصرت كوبايه ليمون. يعني اعصري بقى كميه الليمون اللي تملالي الكوبايه. صفيت منه البذر والتفل، وخدت الميه بتاعته وحطيتها على الملح. وقلبته لما حولته كده الملح ليمون. انا بستخدمه في المنظفات. المفروض ان هو هيتحط بقى يتفرد على حاجه، على صينيه عشان ينشف. بس انا طبعا عايزه اعمل المسحوق ومستعجله، فاخدته وهو طري كده. مفيش مشكله خالص، المسحوق هيشربه مش هيبقى فيه حاجه. حطيت دلوقتي حطيت نص كوباية فانيش، وحطيت 3 معالق من الزهرة البيضاء. كل دي مكونات بتقوي النظافة وتزيل البقع، تخلي لك الألوان مزهزهة، وتشيل منها البقع والاتساخات والدهون. ولو على الأبيض هيخلي لك الأبيض حلو ومزهزه، ويشيل منه أي بقع، أي اصفرار، أي صدى. زي ما انتم شايفين كلها مكونات حلوة، وبتعلم المنتج من جودة المنتج، وبتساعد على النظافة، وبتدينا نتيجة حلوة. طبعا ملح الليمون فايدته انه هو غير ان بيشيل الدهون، وبرضه بيدخل برضه في التنظيف وإزالة البقع والاتساخات. فهو برضه فايدته هيمنع لي الرغوة. والمكون ده ملح الليمون هو اللي بيتحول منه المسحوق العادي الاوتوماتيك. ده الفرق بين العادي والاوتوماتيك، انه الرغوه، ان احنا لا، المسحوق العادي رغوته عاليه. بنحط ملح ليمون بنمنع الرغوه خالص، وبيبقى امن على الغساله، ما تخافيش. طبعا كده حطيته. انا بعمله بقالي سنين وحلو قوي زي الفل. بغسل بيه الابيض والعادي. بيخلي لي الغسيل حلو، وكمان ريحته حلو. الريحه بقى جايه من المسحوق العادي نفسه. في بريحه الليمون واللافندر والورد والفل. الريحه اللي تعجبك استخدميها. دول كده لقيت برضو الجيركن ده فيه حوالي كده نص كوبايه شاور، برضو انا عاملاه على القناه تقدروا تشوفوه. بصوا قوامه جميل. انا خدته برضو يديني برضو ريحه، يعلي من الريحه شويه. خدت شويه اللي فيهم دول. لما هقلبه المسحوق هيشرب كل السوائل بقى اللي هي في ملح الليمون في الشاور دوت. ومش هيبان اثر خالص، ويبقى المسحوق عادي وناشف زي الفل. زي ما انتم شايفين بقى، اقعد اقلب كده لما ادخل كل المكونات في بعض. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. لو لسه معايا لحد دلوقتي حبايب قلبي، ما تنسونيش يا امارات باللايك، وشيروا الفيديو. فيديو حلو وموفر جدا. الشكاره ديت انا بجيبها حتى لو ب150. انا بعملها مثلا مرتين في الشهر، بقسم الشكاره على مرتين. فبرضه بيبقى توفير كتير قوي عن ما بنشتري المسحوق
الاوتوماتيك غالي جدا، فلو في ايدنا نعمل اي حاجه نوفر نعملها. جربوا كده وقولوا لي ايه رأيكم، وما تنسونوش باللايك والتعليقات الحلوة، وتدعموني باللايكات. والله حلو يعني آمن على الغسالة جدا، ما تخافوش، وعن تجربة جربوا. مع السلامة.